السلام عليكم، تنتمنى تكونوا مزيان. اليوم غندير معكم واحد المسمن اللي تيجي زوين، تيجي مفشفش، تيجي رائع. انا غادي نعطيكم القوام ديال العجينه ديالو. عندي نص كيلو ديال القمح الصفر، وعندي نص كيلو ديال القمح كومبلي ديال الدار، القمح العادي، وعندي كيلو ونص ديال الفورص، لاننا عندي هنايا 60 حبه ديال المسمن، وضروري تنخلي لولادي حتى همايا. عندي انا 60 حبه، كل حبه فيها 100 غرام. مهم انا هنايا غادي نعجن، درت فيه غير الملحه بوحدها، ما تنديرش فيها انا السكر، ما تندير فيه حتى حاجه، تندير فيه الملحه بوحدها هي اللي تندير. صافي غادي نعجنها، تكون عجينه مرخوفه، ما تكونش العجينه قاصحه. ها هي كما تتشوفوا، عجينه مرخوفه شويه، ماشي بزاف، ماشي ديك الرخفه ديال بوشير، ولكن عجينه مرخوفه. غادي نديرها هنا في بلاستيكه، غادي نسد عليها صافي ونخليها، واخا تبقى حتى 4 ساعات من عندها ما تيطرى ليها. غادي ندوز معكم الحشوه هنايا. غادي نعطيكم واحد الحشوه انا اللي طالبه ديال الكليانه. اللي ما بغاش يدير هاد الحشوه غادي يكتفي بالنص ديال هادشي. انا هنايا هاد المسمن مطلوب ليا بالكفته. عندي هنايا 4 ديال الكفته. انا غادي نعطي معكم المقادير كاملين. عندي 4 ديال الكفته، وعندي واحد زلافه ديال الزيتون اللي مطحون في الهاشوار اولا مقطع صغيور. عندي الفلافل بجوج مقطعين صغار، الحمراء والخضراء. عندي هنايا خيزو محكوك او مطحون في الهاشوار، انا راكم عارفين كلشي تندوزو في الهاشوار. عندي الفلفله خضراء وحمراء مقطعه رقيقه. عندي هنا الشحمه مطحونه، الشحمه هنايا تنطحنها. هنا انا راه تحت طلب الكليانه. عندي الربيع، معدنوس والقزبر، وعندي البصله. عندي هنايا 4 البصلات كبار. نتوما من طبيعه الحال الا كان عاد الدار غادي ديروا غير بصله وحده صغيره، غادي ديروا واحد شويه ديال الكفته وشويه شويه شويه وصافي. هنايا انا درت البصله، درت الكفته، درت خيزو، درت الربيع، تندير كلشي في دقه. الا الفلفله اللي ما غاديش نديرها دابا حتى تيطيب هادشي نص طيب، عاد غادي نخوي عليه الفلفله. صافي غندير الملحه والبزار. شي الحشوات ديما تنقول لكم الملحه والبزار، ما تفوتوش هاد التوابل، الملحه والبزار راهم هما اللي تيجيبوا الحشوات زوينين. جربوهم وردوا عليا في كومونتيرات. صافي من بعد ما تشحروا هذوك القوام، ماشي انت طيب نص طيبه، تنزيد على ديك الفلفله غير تيطيبوا مزيان. صافي تنطفي. شوفوا اللون راه ما جد حتى ملون ولا شي حاجه. ما تنحملش انا الملونات فسميتو، واصلا عن تجربه تيجيو فنين فنين فنين. صافي هنا من بعد ما بردات الحشوه، صافي بديت هنايا تنطلق. خلاص تندير المسمن كويرات. صافي راكم عارفين هذيك القضيه، تديريه كويرات تتخليه يرتاح مزيان البنات. حتى ساعه ديروه كويرات وخليوه يرتاح حتى ساعه، ما عندكمش المشكل. قد ما ارتاحت العجينه قد ما تيعطينا الطوع المسمن وتيجينا زوين. راه تيجي تيذوب في الفم، تيجي رائع. هاد الحشوه واخا بزاف اللي غادي يقول لك واه الكفته في المسمن وهذا، راه تتجي فنه. المهم انا تيطلبوا لي الكليان، وثاني شي مرات فاش نعشقها تنديرها لوليداتي، تتجي زوينه. غير شويه ديال الكفته، جربوا نتوما غير بشويه ديال الكفته. انا الكليانه بغات الكفته شويه كثيره في المسمن، يعني ما عنديش المشكل، انا اللي طلب لي الكليان راه تنخدمو. عرفتي راه تتجي غزاله. ديروا غير واحد شويه. اللي ما بغاش راه يكتفي بالبصله وخيزو والفلافل صافي. هادشي هما حنا هادشي اللي متعودين عليه تيدار، اولا تتجي هكا الشحمه. اما بالكفته راه فعلا تيجي زوين، تيجي من داكش. صافي غنستمر انا هكا في العماره. شتي اللي تيجيبو هو احمر وتيجيبو زوين، هذيك الزيت اللي حمراء. شتي الزيت اللي حمراء بوحدها صافي هي اللي تجيب المسمن، داك اللون فيه زوين. اما في الحشوه ما ديروش شي حاجه اخرى، ما ديروش الملونات نهائيا. ما ديروش الخرقوم، ما ديروش السكنجبير، تيخسر هاد الحشوات، تيدير فيهم واحد المذاق بحال المرقه، ما تيديرهاش زوينه. لحقاش الحشوه ديال المسمن وديال البيتزا وهذا خصهم حتى هما يكونوا مذاقهم. ماشي تنخدموا واحد الحاجه في المرقه فرضا ونخدموها في المسمن ونخدموها في حشوات اخرين في البيتزات ولا في باريزيان معمر ولا شي حاجه. لا، كل حاجه يداروا ليها توابلها باش تجي كل حاجه واللوغو ديالها وكل حاجه والمذاق ديالها. المسمن كما تنقول لكم، الملحه، البزار، صافي في الحشوه هاد الشيء ما تزيدوش عليه، والربيع هاد الشيء اللي تيزي زوين.
وكاينين بعض الحشوات اللي تنجدوا فيهم الكمون من طبيعه الحال. كاين الحشوات اللي تزاد فيهم الكمون. صافي انا غنستمر هكا. انا دابا غندير لكم الزيت، تندير اطرو ديال الزيت الروميه او نص اطرو او كاس، ما عندكمش مشكل، القياس ديالكم. تنزيد فيه 2 معالق ديال التحميره وتنخضهم مزيان وتنخليها حتى تطلع ديك الزيت وتنصفيها. وهنايا المسمن العادي الخاوي، عندي الزبده وعندي الزيت وعندي القمح. القمح بغيتو الصفر بغيتو الاخر ماشي مشكل، بحال بحال. تندير كاس ديال القمح، كاس زيت وكاس زبده، تنخلطهم وبيهم تنخدم. ماشي مشكل البنات، الا شاطه تحتفظي بها في الثلاجه تتبقى زوينه، غير ترجعي تسخنيها صافي تطلق. ديروا نفس القياسات، كاس 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 او نص كاس نص كاس نص كاس، نفس القياس. راه تتجي واحد الخلطه اللي رائعه وتتجيب المسمن زوين. ما ديروا لا خماره لا حتى حاجه، شي الخماره تطرد المسمن بحال خامر وما تيجيش زوين. هذه هي الطريقه وهذه هي الخلطه تيجي بها المسمن رائع. صافي غادي نستمر على الطريقه. تندير الاولى كما قلت لكم، كل كويره فيها 100 غرام، اللي بغى يعبر واللي بغى غير يعينوا ميزانو صافي راه يعينوا ميزانو. كل كويره تنديرها في الاخرى. غادي هذيك رانا طلقتها ورقتها، غادي نجيب هذيك اللي رغفت غادي نديرها في وسط هذيك. تندير انا جوجات، تيجي المسمن مورق كتر وتيجي فن. غير ورقوه مزيان في الاول فاش تكونوا تديروا. صافي انا هنا ساليت، انا غادي نغطيهم يرتاحوا. شتي هذا واخا يبات في الثلاجه ما عندكمش المشكل، تيبقى هكا ربعوه وديروه في الثلاجه وتيبات ما عندوش مشكل. اما المعمر لا، صافي غير ديروه يتخبز، يتسالي ويتخبز. انا دابا هنا بديت تنخبز. بالنسبه للمقله البنات، اي مقله، داكشي باش درت معكم هذيك الاخرى، اي مقله تخبزوا فيها ماشي مشكل. المسمن ماشي غير المقله الثقيله، اي مقله يكون المسمن ناجح في العجينه ديالته في الدكراس ديالو راه غادي يجي زوين. هذا المسمن الخاوي من بعد ما كملت العامر كانوا هما اللي بغا يديوه، هو الاول. انا عطيت لهم هذاك المعمر داوه، هو اللي كانوا محتاجين به في الاول. هذا كانت بغات السيده تحتفظ به في الفريغو، خليته لها هو الاخر تساليت. المهم تتمسحي المقالي ديالك من ريحه البصله وهذا، ولا تغسليهم عاد تبداي تسمني في هذا كما قلت لكم ماشي مشكل فين ما تخبز، ما كاينش المشكل. بارطاجيو لنا البنات الفيديو وديروا لنا واحد اللايك. صافي غادي نبقى هكا. عرفتي راه تيجي غزال، تيجي مورق وتيجي ناشف. صافي لان تندير ديك الخلطه تتولي غير اللي درتي ديال الزيت ماشي مشكل. راك شتي المقله ناشفه ما تنكثرش انا الزيت في المسمن، ما تيعجبنيش انا اصلا شخصيا، ما تيعجبنيش الزيت كتير. تتجي بحال تاكل في المسمنه معمره بالزيت. المسمن خصو يجي ناشف ويجي زوين. تاكل المسمن ماشي تاكل الزيت، تاكل المسمن، يعني ديك ريحه المسمن تعطيك، ماشي الزيوتات فيه كثيره. ما تكثروش الزيت البنات في الخبيز. راه كاين دابا اللي تسحب الزيت اللي تيجيب المسمن زوين، لا راه العجينه اللي تجيب المسمن زوين. الا كانت العجينه ناجحه راه تيجي المسمن زوين. كان واحد المسمن اللي زوين، انا هنا عمرت ليها الطباصل، درت لها فيهم 15 تتمشي هي لدارها. انا ضروري تنقاد الطبسيل في الاول، تمشي هي لدارها وديرو. واللي بغى السلوفان راه تندير ليه كل 5 ولا 6 وتنديري السلوفان وتيديه. وبصحتكم وراحتكم، وتنتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا معايا شي حاجه.